عالسلامة ومرحبا بكم. المدة هذه ماني باش نحكي كان على المناطق التونسية اللي في برنامجي أني نتعمق فيهم، وتوا باش نحكيو على منطقة أجيم موجودة في الجنوب الغربي لجزيرة الأحلام جربة تابعة لولاية مدنين. ما يهمونيش تسميات كما تعرفوا، ما هم إلا تسميات إدارية للمناطق. ما تنساوش باش تابونيو للشان وباش تنزلوا على جام، واللي نجم يعاون الشان باللي نجم يلقى الكونت باي بال متاعنا في الديسكريبسيون ومشكور بالمسبق. أجيم قريبة برشا لحومة السوق، وبحذاها ثم زوز جزر صغار ما يسكنوش فيهم العباد، القطعاية الكبيرة والقطعاية الصغيرة. ثم اللي يسميوهم زادة القطعاية البحرية والقطعاية القبلية. أجيم ماهيش منطقة جديدة، أما كانت أهلة من قبل كرتاج. في وقت كرتاج كانت فيها بلاصة تجارية اسمها تيبازا، مش نفس تيبازا الولاية اللي في الجزائر، ردوا بالكم. في حلقات التاريخ تو نزيدوا نتعمقوا في تاريخها. اللي ما يعرفش حلقاتنا التاريخية ينجم يشوفهم. التو مازلنا في الحرب البونيقية الأولى متاع كرتاج. وقت سقوط كرتاج روما ردتها مركز تجاري معتبر برشا. تيبازا القرطاجية حسب الكلام متاع برشا ناس لليوم مازال تحت البحر، وثم برشا صيادة متاع اسفنج يأكدوا اللي هما راو أثار تحت البحر، وحد ما مشى معاهم في حكايتهم ولا في الموضوع متاعهم وعمق فيه. أجيم عاشت جميع الحضارات المتعاقبة على تونس، من الحضارة اللوبية الأمازيغية للفينيقية للكرتاج روما البيزنطيين والعرب زادة. رغم اني ما نحبش نحكي في المواضيع الدينية كما تعرفوا، الا ان المنطقة هذه تفرض عليا. خاطر في جيم نلقاو برشا خوارج واباضين اليومنا هذايا مازالوا موجودين. وثم حاجة زاد حلوة برشا موجودة في المنطقة، ثم زوز جواع اباضية تحت القاع ابناهم وقت اللي شدت بعضها بينهم بين المسلمين السنة، ابناهم باش ينجموا يصليوا ما غير ما يفيقوا بيهم وبلاش مشاكل. ثم جامع موجود في بلاصة اسمها سدويكش، والاخر في طريق أجيم. كيف نتعمقوا أكثر في الحكايات متاع المنطقة أتوا نرجعوا لهم بالطبيعة. البورت متاع أجيم يعتبر البورت الرئيسي في جربة، وهو اللي البطاح يربط بينه وبين الجرف باش يوصل العباد للجزيرة. وأيام زمان أجيم كانت من أكبر المناطق المختصة في الصيد متاع الاسفنج. عام 1963 أجيم فيها 528 صياد متاع اسفنج. المواطنين متاع أجيم ما كانوش صيادة كهو، أما زادة فلاحة. في الفلاحة نلقاو عندهم النخل والزيتون والكرموس. كيف تقين على ولاد المنطقة في الفلاحة والصيد البحري يدوروها تجارة، ومعظم التجار اللي بيعوا يشريوا في قلالة هما ولاد إجيم وولاد سدويكش. في أجيم كانت ثم عادة غريبة برشا وحلوة برشا، ما نعرفش كان مازالت لتوا موجودة ولا لا. أما كانوا الصيادة الكل مرة في العام يخرجوا يصطادوا الربي باسمهم وباسم الصيادة اللي ما عادش ينجموا يصطادوا، واللي يلموه الكل يمشي للعباد المحتاجة ويتصدقوا به. للمغرومين بالأفلام نحب نقول لكم اللي ثم جزء من فيلم ستار وور عام 1976 تصور في أجيم، وبلاصة التصوير كان صدقني ربي مازالت توا موجودة. المنطقة كمنطقة صدقوني فيها حاجات توقف المخ، ما تنجموش تتخيلوا شنو اللي فيها. هذه ما هي إلا لمحة وتمهيد على أجيم، وكيف برشا بلايص منسية في تونس إن شاء الله كان عشنا نرجعوا لها ونزيدوا نبحروا في حكاياتها وفي جوها. اللي يعرف شكون من أجيم ولا من جربة يتاقيه في الفيديو هذا، واللي عنده حكاية على المنطقة يحكيهم لي في الفيسبوك. ما تنساوش اللي بلمتكم معنا وبالبرتاج والتاك متاعكم ما تتنساش حكايتنا التونسية. حلقتنا توا وفات، ان شاء الله تكون عجبتكم، وكيما العادة كان عجبتكم ما تنساوش تابونيو للشان وجام وبرتاج وكومنتير، ويعيشكم وبسلامة.